اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اهلا بكم من مطبخي، مطبخ حلو حد ام احمد. صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين على عيونكم كل متابعين الجمال الحلوين. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. النهارده عندي يوم لذيذ وفي شغل كده متنوع من كله، كيكات قولوا، بسبوسات قولوا، كنافات قولوا، كل حاجه. الفيديو ده بتاع البسبوسه والكنافه والجلاش اللي نزل لكم على القناه الكبيره بتاعت حلو حد ام احمد. امبارح كنت عامله كنافه وبسبوسه وجلاش، وكنت ضاربه سبونشات لسه مطلعاها من الفرن. عايزه اقول لكم كل ده لسه عاملاه دلوقتي. يعني انا قمت من النوم اشتغلت على طول، ما فتحتش تليفون ولا فتحت حاجه. قمت ضربت السبونشات ودخلتها الفرن وطلعت، ورجعت ضربت صاج وحاليا جوه الفرن، وحطيت الشربات بتاع الحلويات على النار، وحطيت كمان البسبوسه الكراميل. كل ده والولاد لسه نايمين، ما كانوش صحوا من النوم بدري بدري كده. قلت اما اقوم اشتغل، علشان خاطر لو فتحت التليفون وقعدت اصور وقعدت اضيع وقت، الوقت هيفوتني وهلاقي الوقت جرى معايا وما انهضش اخلص الشغل بتاعي في الوقت المطلوب، لان الكهرباء بتقطع عندي كل يوم من الساعه 2 ل 3. فببقى عايزه اخلص قبل الوقت ده على الاقل، يعني نص الشغل اكون مخلصاه. هنا بقى كنت خلاص، يعني جهزت حاجات، والبسبوسه كانت دخلت الفرن، والكنافه كنت مجهزاها، والجلاش كان لسه. قلت اما اعمل افطر بقى انا ولينا، وكان الولاد عملت لنفسها. قلت اشرب بقى شويه لبن في شاي كده عشان خاطر المزاج يتعدل ونعرف نشتغل. عايزه اقول لكم لما يكون ولادي قاعدين في اجازه، انا يعني ما بفطرش، بستناهم لما يصحوا عشان نفطر مع بعض، او على الاقل نعمل مع بعض مره واحده، ما نقعدش كل واحد يعمل لوحده. انما في المدارس انا اول ما بصحى من النوم وبمشيهم للمدرسه وهشتغل، بفطر على طول مع نفسي. فعايزه اقول لكم الاجازه دي بتيجي على دماغي ان انا بقعد ممكن اشتغل 3 4 ساعات من غير ما افطر. انما في الاجازه ببقى دماغي بتاقلم ان خلاص ما فيش حد موجود، فلازم لا يا بنتي اعملي وافطري، انت هتستني مين؟ فاعملي وافطري مع نفسك. فعملت سندوتش كده على الماشي، وعملت كوبايه شاي في لبن في الكوبايه العسل دي اللي كانت جايه لي هديه. وهكمل بقى شغل هنا. كنت خلصت الكنافه بتاعتي، ولسه يا دوب هخلص الجلاش لقيت سلفتي بتتصل بيا: الحقي يا بنتي يا اسماء، الحقي يا بنتي يا اسماء، في ايه يا بنت؟ حريقه، حريقه عند جيراننا. لبست العبايه بتاعتي وما اقولكوش طلعت اجري، يعني والله يا دوب كنت لسه مطلعه البسبوسه من الفرن، وكان الكنافه جهزتها وطفيت الفرن. قلت عشان ما يشتغلش على الفاضي، على ما اقفل الجلاش وادخل بقى الكنافه والجلاش. لقيتها بتقول لي الحقي حريقه، بس الحمد لله عدت على خير. عايزه اقول لكم كانت حريقه، يعني الحمد لله ان هي عدت معاهم على خير. كانوا مولعين فرن، عاملين زي برميل كده على السطح بيشوفوا السمك وبتاع. احنا عندنا هنا كل عامله، فلقط نار في العرش، وكانت حريقه بقى وبتاع. المهم ان انا قعدت لي يجي ساعه كده في الشارع ولا حاجه عم اطفوا الحريقه، الحمد لله، واطمنت عليهم. وطلعت بقى اكمل الشغل بتاعي. حطيت الكنافه والجلاش كده في الفرن، وكانت الاسبونشات لسه ما قفلتهاش. قلت بقى اخلص الكنافه والجلاش، يعني اخلص الحلويات والتلزيق بقى والسمنه والكلام من ده، واحط شويه شوربه عدس على النار علشان خاطر الحق اضربها في الخلاط قبل ما الكهرباء تقطع. وبعد كده ابدا ان انا اقفل شغل التراب بتاعي. كنت ضاربه السيجان والحاجه طبعا، المواعين بتاعه البسبوسه والكنافه والسمنه والحاجات دي ما تقعدش، ان قعدت الحاجات دي هتمسك فيها. انا اصلا ما عنديش سخن، زي ما قلت لكم السخن عندي مضروب مواسيره ضربه، وعايز تكسير في الحمام وعايز مناحيه. فاحنا قافلين السخن ومروقين دماغنا اما نبقى ربنا يسهل بقى ونبقى نكسر او ننكش النكشه دي. فبغسل كده على ايدي، وطبعا شغلت الكتل جنبي. قلت علشان خاطر الحاجات اللي فيها سمنه، كل الحاجات اللي متجمعه فيها سمنه، سخنت الكتل وصبت عليها كده لحد ما ساحت، وبدات ان انا اغسلها على طول. هنا بقى شايفين كنت لسه والله طالعه بالعبايه بتاعتي من الشارع. قلت ما اغسل المواعين الاول واشطفها، وبعد كده ابدا اشتغل بقى التراب بتاعتي اقفلها والجاتوه والحاجات اللي هتتعمل. عايزه اقول لكم انا عامله عرض حلو قوي قوي. يعني عملت عرض ما شاء الله ما شاء الله، ساعه ما نزلته عندي جالي منه كميه حجوزات رهيبه. هنزل لكم العرض، مش عارفه ينزل النهارده ولا امتى، على حلو حد ام احمد، مش عارفه ينزل امتى بصراحه. حطيت لايك يا ست الكل من ايدك الحلوه كده، حطي لي لايك من ايدك الحلوه عشان النهارده يوم متين. والله العظيم انا اتطحنت شغل النهارده ومحتاجه تشجيعه حلوه كده. الشربات او بتاع الكراميل اللي كان لازق في المعلقه مش عايز يطلع، رغم ان انا حطيتها في ميه سخنه ما كانش راضي يطلع. فقعدت ادعكها كده او اطلعها بالسكينه لحد ما طلعت. واخر حاجه بقى نلبنها اغسلها عشان الحوض يبقى رايق معايا، عشان هنرجع نوسخ تاني. ما احنا بنروق عشان نوسخ وبنوسخ عشان نروق. بصوا اهم حاجه والله العظيم
إن إحنا نعمل، يعني ربنا يدينا الصحة يا رب ونفضل واقفين على رجلينا، ونفضل نعمل وما يعملناش شغلانتنا غيرنا وما يربيش ولادنا غيرنا ما يعملش حاجتنا إلا إحنا ما نتحوج لحد أبدًا. ما بعيد عنكم كده الحوجة وحشة، يعني الحوجة وحشة أوي، أوي، سواء هتتحوجي لحد في صحتِك، سواء هتتحوجي لحد في شغلانة، سواء هتتحوجي لحد في طلب أو في حاجة. الحوجة دي مرة، يعني أكتر حاجة باكرهها في حياتي الحوجة. وما بادعيش دايمًا ربنا الله يا رب ما تحوجني لحد، لا قريب ولا غريب ولا عدو ولا حبيب، والله ما بادعي دايمًا الدعوة دي، يا رب ما تحوجني لحد أبدًا، لا قريب ولا غريب ولا عدو ولا حبيب ولا تقِل عليَّ حاجة، يعني ما تبقاش تقيلة على حد كده في طلب، ولا أبقى تقيلة على حد في صحة، ولا أبقى تقيلة على حد في حاجة. فأنا بابقى مبسوطة أوي لمّا باكون أنا كويسة وقادرة إن أنا أعمل، لأ باعمل، ما بابخلش أو إن أنا مثلًا أكاسل أو أعمل، لا والله باعمل وبابقى مبسوطة وبابقى عايزة أعمل أوردرات وبابقى عايزة أشتغل، وأمّا بييجي لي شغل بافرح وباتبسط وباقوم أسعى له. ووسط ما أنا شغالة كده حتى لو كان عندي ضغط شغل وحد طلب منّي حاجة كمان وقال لي: "أم أحمد ما ينفعش تورتاية النهارده." ما باعقّدش، أقول لا مش باعمل، أصل اللي يعمل حتّة يعمل 10، اللي يعمل واحدة زي ما باقول يعمل 10، فبابقى مبسوطة. أسوأ حالاتي بقى لمّا باكون تعبانة، يعني دي بيبقى بالنسبة لي يعني حالة سيئة جدًا، إن أنا مش قادرة أقوم أعمل دي بتبقى بالنسبة لي هو ده الموت بجد، أو هو ده الوجع الجامد. خلّصت بقى كده يا حبيب قلبي المواعين بتاعتي، وهنا خلاص كانت الكهربا قطعت، حطيت الرز على النار، أنا عملت شوية رز في السريع كده، وعملت لهم شوية شوربة عدس أهو، وطبعًا ضربت العدس قبل ما الكهربا تقطع، وحطيت عليه التومة والشعرية زي ما إحنا متعودين بنعمله يعني، وجهّزت جناش الشوكولاتة اللي هاقفّل بيه التورت. أنا هنا خلاص كنت قفّلت التورت وحطيتها فين، في الفريزر، وجهّزت كمان الأشكال، الشوكولاتة، كل الحاجات دي بقى إيه، جهّزتها كده عشان خاطر تبقى جاهزة معايا أول ما الكهربا تيجي، أبدأ أشتغل في التورت على طول. الfinish الأخير، يعني أنا دايمًا قبل ما الكهربا تقطع لازم أكون مجلّسة التورت وحاطاها في الفريزر، ساعة ما الكهربا بتيجي أكون مفنّشة الوش الأخير الساعة 15:00، وأبدأ إن أنا أسلّم بدري، بدري كده عشان خاطر يعني ما اتأخّرش على الناس، لإن إحنا في جو شتا زي ما أنتم عارفين وجو امتحانات والناس عايزة حاجتها بدري. وكمان عشان أدّي لنفسي وقت إن أنا أقعد، ما أحسّش إن أنا باجري طول النهار من الصبح لبليل باجري. هنا بقى خلاص كنت خلّصت الجلاش، شايفين الجمال؟ والله العظيم كانوا شوية جلاش تقوليش يا أختي كنافة وبسبوسة في زمان ده كنافة وبسبوسة في زمانها عارفينها؟ ما بتعرفش تعمل شوية الجلاش اللي أنا عاملاهم دول، وشوية بسبوسة عجب، عجب العجب، يعني لازم تجرّبوهم بجد الطريقة اللي أنا عاملاها دي. وكمان الكنافة كانت رهيبة وكانت آخدة لون يعني حكاية ورواية. ودي المواعين بقى اللي أنا لسه غاسلاها معاكم الوقت ده أهو، أنتم عارفين لسه غاسلاها استني ليه، هي دي هي بغباوتها هي بغباوتها. لمّيت المواعين بقى ودي بقى المواعين إيه، اللي أنا وسختها، بتاع التورت بقى، حلة العجان البلانشة بقى والحاجات اللي باشتغل عليها والخلاط اللي ضربت فيه شوربة العدس يعني غسلنا ووسخنا على طول، كده بقى كنت التورت مقفلاها. عايزة أقول لكم إن التلاجة الصدى طلع على المعجون اللي أنا عاملاه. أنا مش عارفة بقى أعمل إيه، يعني أنا جيت أصنفره لقيته بيطلع، فهو الظاهر المعجون ده مش نافع ولازم نجيب معجون عربيات زي ما الراجل قال في الفيديو، لازم معجون عربيات. فهو الظاهر إن هي هترسى إن أنا أبعت أجيب معجون عربيات، لإن عايزة أقول لكم الصدى أو البرومة أو أيًا كان اسمها إيه، طلعت على المعجون. جيت بقى أصنفر المعجون عشان أسويه وأضبطه كده، يعني لازم المعجون يتصنفر عشان التلاجة تبقى مسوية بعضها، لمّا آجي أدهن الوش الأخير تبقى كلّها مَيّة واحدة كده وما فيش فيها مطبّات. لقيت لكم إيه بقى، لقيته المعجون بيطلع ولا أكنّي حطيت حاجة، مش ماسك بقى في التلاجة، مش ماسك في الحديد بتاع التلاجة، التلاجة دي بتبقى حديد. معجون العربيات بيبقى مخصص للحديد، لإن العربية بتبقى نفس خامة التلاجة، يعني العربية نفس خامة التلاجة، فالمعجون بيمسك في المادة دي، بيمسك فيها، فلازم معجون مخصص عشان يمسك في الحديد بتاع التلاجة أو في الصاج بتاع التلاجة، مش عارفة هو صاج والّا حديد أيًا كان يعني، وما باطلعش بقى، بتمعجنيه بتساويه بس ما باطلعش. فهو لازم معجون عربيات، بس مش عارفة والله أجيبه إزاي والّا فين والّا منين والّا الكلام ده كله، مش عارفة والله أعمل إيه. فأنا إيه، مش هاعمل فيها حاجة، مش هاستعجل وأقول أصل ابني عمّال يقول لي: "يا ماما هاتي يا ماما وادهنيها وخلاص، هاتي الدهان وندهنها وهي مش هتبان." ما أنا عايزة أمّا أعمل حاجة أعملها صح، أنا باحب أمّا أعمل حاجة أعملها صح، يا إمّا ما كنتش هاعملها من الأول، كنت هاسيبها وخلاص. فأنا مش عايزة أعملها مثلًا دلوقتي دهان والدهان يقوم واقع، لإن المعجون مش ماسك حتّة واحدة، فأكيد هيقشّر، يعني أكيد أي مَيّة أو أي حاجة هتيجي عليه المعجون ده هيقبقب كده وهيقوم واقع، فيبقى أنا ما عملتش حاجة، يبقى أنا رميت فلوس في الأرض. فحتى لو هنصرف إحنا دلوقتي زيادة شوية مثلًا عن ما أنا هاعمل، بس هتبقى حاجة حلوة وخلاص بقى إيه، أعملها وانساها. مش باحب أعمل الحاجة وأقعد كل شوية أطبّل زمّر وارجع لها، لأ أنا عايزة أعملها وانساها.
فمش عارفة معجون العربيات ده أقدر إن أنا أشتريه منين، فلو أنتم تعرفوا بقى قولوا لي في الكومنتات ده بييجي منين والّا من أنهي حتة يعني الموّان بيبقى عنده، بس ما أظنش الموّان يبقى عنده معجون عربيات. فإحنا هنشوف الموضوع ده بقى ونبحث عنه، وهنقول لكم إحنا هنوصل لإيه في الآخر، وهنجيب معجون عربيات بإذن الله وهنعمله، وهنشوف هيجمد بقى على التلاجة كده وما عادش يطلع، يعني ده بيطلع، ده مجرد ما باصنفرها بيطلع ولا أكني حطيت حاجة خالص، زائد إن الصدى طلع أصلًا عليه بان، يعني الصدى طلع عليه وبان، لإن أنتم عارفين أنا كنت مصنفراها بمَيّة كمان وكنت ماسحاها ومضبطاها، فلقيت الصدى طالع عليه. هاغسل بقى شوية المواعين دول اللي أنا طبعًا وسختهم، دي الصينية اللي تحت دي اللي كان فيها الكنافة، طبعًا فضّيت الكنافة على صينية تانية، العجّان بقى والإسباتيولات والإسكبرات والحاجات اللي أنا كنت شغّالة بيها التورَط، طبعًا كده كنت خلّصت شغل كريمة، أنا باحب أخلّص شغل الكريمة كلّه مرّة واحدة لإنه بيعكعك الدنيا، وبعد كده التزيين. وكمان إيه، الويسك بتاع الكريمة والشوكولاتة دي اللي كنت مسيّحة فيها أشكال الشوكولاتة، طبعًا دي ما ينفعش أعمل فيها حاجة دلوقتي، أستنى أمّا الكهربا تيجي عشان أسخّن لها مَيّة في الكاتل عشان خاطر تسيح، وأي حاجة فيها شوكولاتة باسخّن لها مَيّة، خصوصًا زي الوقتي زي إحنا في الشتا، باسخّن لها مَيّة وبابدأ إن أنا أعملها في المَيّة كده عشان خاطر إيه، تفُك معايا وتتغسل معايا بسهولة. وهافنِّش بقى التُّرَب بتاعتي الحلويات الشرقي، وهابدأ إن أنا أسلِّم الشغل بتاعي على طول، هنا خلاص زي ما أنتم شايفين كده كانت الكهربا جات، هاسلِّم بقى الشغل بتاعي عشان أقعد بقى واستجم كده، لإن خلاص من الصبح بدري وأنا شغّالة، وبصراحة شغل الشرقي ده بيبقى مُتعب، ويعني شغله مواعينه كتير وتلزيقه كتير وحاجاته كتير. عايزة أقول لكم إن أنا يعني ما أكلتش ما اتغديتش إلا بعد العشا، يعني ما اتغديتش إلا الساعة 18:00 وأنا قاعدة على السرير كده والله العظيم، سخّنت وقعدت وخلّيت عيالي اشتروا الصينية دخّلوها جوّه، قُلت لهم اعملوا لي أي حاجة سخنة أنا متلّجة، الجو اليومين دول برد، عملوا لي بقى نسكافيه وجِبت بقى إيه، اللي يعرف المسلسل ده بقى يقول لي في الكومنتات، أنا بابقى أجيب أي حاجة أتفرّج عليها كده تسلّيني وأنا قاعدة، وشربت بقى النسكافيه بتاعي وقعدت أتفرّج على المسلسل ده شوية، وبعد كده نمت بدري، بدري كده عشان خاطر نصحى ليوم جديد وشغل جديد، وعندي بُكرة أوردرات كتير، وعايزة أقول لكم إن أنا هاتفحت بُكرة، يعني مش بُكرة وبس، لإن ما شاء الله نزّلت box كده عرض يعني جاي لي منه كمية حجوزات يعني محترمة، فبُكرة وبعده عندي كام يوم كده شغل كتير، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.